أستوقفك الآن. هذه رسالة إلى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. يا أيها الرئيس الذي تحق الحق ووجدت أنه واجب عليك أن ترد لزوجة ساركوزي، وجدت أن من حقه أن ترد له وضع امرأته وأن تعتذر. أما آن لكم أن تردوا على أولئك الذين يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أطلب منك الآن أمام كل المسلمين، مليار يعني 500 مليون، مليار ونصف المليار مسلم يطلبون منك الآن، الرئيس أحمدي نجاد يطلبون منك أن تخرج أو أن تخرج بيانا تستنكر فيه، مش هقول لك حتى ترد، ما تترداش، تستنكر فيه ما قيل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فإن لم تفعل إذن لنا كلام آخر. تفضل. ساركوزي تكلم في الصحابي معاوية بن أبي سفيان وذمه وتنقصه ولمزه، وتكلم في طلحة أحمدي نجاد. نعم أحمدي نجاد. نعم. وسبق أني كتبت في هذا فتوى. نعم. يعني فيه ودعوته إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وأنا الآن أدعوه هو وبقية الرؤساء والمعممين والمرجعيات وابناء الشيعة، نكررها الليل والنهار، ندعوكم إلى الدين الحق وإلى الإسلام الحق. وذكرنا وكررنا، والشيخ جزاه الله خير مشهور ذكر قضية مهمة نحتاج دائما نؤكد عليها حتى ننقذ هؤلاء. نعم. لماذا هؤلاء يتعصبون لدينهم؟ هو زرع الحقد في النفوس الذي يجعلهم لا يرون الحق. هل ترى أن مثال ذلك، هل ترى أن الأمر فقط أمر دين أم أنه مشروع سياسي؟ أنا أرى أن الأمر عندنا أمر دين، لأن الدين أهم عندي من المشروع السياسي بلا شك. أما عندهم فأرى أن الأمر مشروع سياسي، لأن المشروع السياسي عندهم أهم من الدين ومن العقيدة ومن كل شيء. لا، هو لا شك أنه عقيدة، لا شك أن منطلقهم منطلق عقدي. هناك أهداف بعيدة يراها ساسة، وأصل المذهب وكيف نشأ والمؤثرات هذا موضوع آخر. نعم. لكن هو منطلق عقدي مخالف لعقيدة الإسلام. ما الذي يجعل يعني هذه القصص المتواترة والمصورة والتي شاهدناها جميعا في العراق ما يقتلون الشخص قتله مريحة نعم. بسلاح؟ لا، يأتي بالدريل ويضع في رأسه إذا كان طالب علم، أو إذا كان يقتلون بالاسم، إذا كان اسمه عمر أو عائشة، هذا يقتل فورا ويقتل شر قتله، ولا يقتل قتله مريحة. نعم. ولذلك مع الأسف أقول مع الأسف أنهم يعني من يعتقلون، ومن إذا اعتقلهم النصارى على ما يفعلون وما حصل في سجن أبو غريب من ظلم واعتداء، إلا أن أولئك يقولون يعني ممكن أنه بعد كم سنة يخرج، وممكن أنه يعني يؤذى ويضرب ويطلع، لكن أما أولئك لا يمكن أن يرجع حيا، ويقول نتمنى أن يقتل قتله لا يعذب فيها. نعم. قتله يعني بالسلاح أو لكن أن يعذب ويؤذى ويصلخ جلده من بشرته ووجهه ويضرب ويقتل يعني بالدريل. مشاهدون رأوا صورا على الشاشة لهذه الأمور. هذا الذي نقول لا تستهينوا بهذا الانحراف في العقيدة. نعم. هم يؤلمون فئام من البشر حتى يفتكوا بأهل السنة. نعم. هؤلاء الجهل الحمقى الذين تشبعوا بهذه العقائد، هو إذا رأى أهل السنة ورأى من يتسمى باسم عائشة وعمر كأنه يرى شيطان. اسمع إلى هذا المقطع في المجلسي يقول في حق اليقين في صفحة 519: وعقيدتنا، ليست قضية الآن، يقول عقيدتنا التبرؤ، في التبرؤ أن نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن النساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، إلى آخر كلامه. ثم يقول في آخر الكلام: وأنه لا يتم الإيمان إلا بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائه. هو أصلا لا يعد نفسه مؤمنا إلا إذا قدح في عائشة أم المؤمنين. يا شيعة العالم استيقظوا، يا مغفلون، انظروا ماذا يدسون لكم في كتبكم الذي تظنون أنها كتب دين، إنها كتب ليست من الإسلام بشيء. نعم. إذن ما زلنا نتواصل، بارك الله فيكم، وما زالت قضيتنا باقية وظاهرة وواضحة، ونحن نتحدث عن أولئك الذين يهتدون، يعني نعم. الهداية واضحة، وهناك من يعود إلى رشده.
اسمح لي. نعم تفضل. أنا بس استدراك أو يعني تتمة لما مضى. نعم. في تساؤل طرحته أنت قبل قليل. نعم. فيما يتعلق بالتفسير، وأن آيات سورة النور أن الرافضة يقولون إنها لا تبرئ عائشة. هذه قضية هي المفصل الكبير. هي قضية أن هم لا القرآن الكريم لهم تفسير آخر وهو التفسير الباطني. له معنى ثاني، ولذلك هم القرآن والسنة. السنة أبطلوها بتكفير الصحابة. فلا يأخذون إلا برواية أكاذيب أما القرآن الكريم فأبطلوه من جانبين: جانب أن التكفير الصحابة الذين نقلوا القرآن إلينا فشككوا فيه فقولوا أنه ناقص ومحرف، وهناك مصحف علي موجود ومصحف فاطمة يعني في آخر الزمان، والقرآن أيضا حتى الذي هو موجود الآن ويرون أنه محرف، ومع ذلك لهم تفسير باطني. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عائشة كل ما يعني قالوا هذا تفسير شيء اسمه ظاهر. والجبت والطاغوت عثمان وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر. يعني فعلا أنا أقول هذه القضية الجوهرية الأساسية، الفرق بين أهل السنة وبين الإمامية الاثنى عشرية. ولذلك السؤال الذي يطرح دائما: أنتم تكفرونهم ولا لا؟ هذه قضية أنا أقول جواب سهل، ولا بد أن نعلن هذا الجواب دائما. الذي يعتقد بهذه العقيدة بجواز دعاء غير الله يقع في شرك الإلهية وشرك الربوبية وشرك الطاعة. الذي يعتقد بكفر الصحابة أو يتهم عائشة بما برأها الله منه، أو أن القرآن ناقص أو محرف فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. نعم شيخي، قبل أن أختتم هذا الجزء من الحلقة لابد أن أسألك، وأنت يعني يعرض عليك كثير من المهتدين. بالأمس تلقينا اتصالات من مجموعة منهم، فماذا عن المرأة الشيعية وهي امرأة بحس الأنثى عندها تخاف على عرضها، تخاف على شرفها؟ يعني ألم تؤثر هذه النقطة المتعة والأمور الفقهية المتعلقة بالمتعة في عقيدة هؤلاء حتى يعودوا إلى رشدهم؟ أكثر المهتديات أكثر المهتدين من النساء، يعني في نسبة عالية من النساء هن مهتديات. لكن أمامهن عقبات كبيرة جدا. فكثير منهن مع الأسف الشديد يكتمن إيمانهن الحق ودينهن الحق، وأنهن بسبب الخوف وأنهن لو آمن وأظهرن لأوذين إيذاء شديدا. وهذه رسالة نوصلها إلى أصحاب القرار السياسي وفي دول الخليج بالذات، أن ينتبهوا إلى هذا الجانب، وأن يفتحوا الباب، وأن تؤمن كل امرأة تريد الإيمان بالله جل وعلا والالتزام بدين الله الحق أن يقفوا معها، وأن تؤوى وأن تنصر، وأن لا تترك لهم بخشية الفتن وخشية لا، هذا حقها ويجب أن تحفظ فيما يتعلق بحياتها وبيتها وزواجها إلى آخر. وأنا أعرف قصص ترتب عليها مآسي حتى كتم كثير منهن إيمانه. وما ذكرت هذه من الأشياء التي تجعلهن يعيدن النظر. وأنا أعرف النساء هن ممن كثيرات إما يعني بدأ ينتبهن، وكما ذكر ذلك المهتدي أن يعني في شكوك وتردد وخوف، لكن التحزب والأحقاد هي التي تمنعهم من قبول الحق ومصادرة العقل وتسليمه للمرجعيات. بالمناسبة حصلت بيني بين أحدهم مناظرة هذه. أنا كنت معتني بهذا، وأنا أعرف إحدى الأسر من الله عليها بالهداية، من الله على بعضهم بالهداية، ويسر الله على أكثرهم. فالتقيت بأحد الأبناء غير المهتدين عمره 14 سنة. فبدأت بمناظرة. قلت: أنت سني ولا شيعي؟ قال: شيعي. فقلت له: النبي صلى الله عليه وسلم سني ولا شيعي؟ قال: سني. قلت: انتهت المناظرة. أبيك تصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشيع ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمر مبتدع، فرقة مبتدعة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ارجعوا إلى الدين الحق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا به. وهذا يغيب الإمامية، فرقة الإمامية أصلا
لم تتمحور وتظهر كفرقة نعم. في هذا المبدأ إلا في منتصف القرن الثالث نعم. الهجري. نعم. بمعنى كيف تبقون بهذا؟ يعني شيء حدث بعد ذلك وتطور وزاد بهذه الطريقة. اللي ذكرتها أنت شرتوا بس مريت من عابر. نعم. أنا سبحان الله كنت زورتها قبل أن يجيب الشيخ أو أنت ذكرت مثال. نعم. أو الشيخ مثال. زورتها بالمصرية لها معنى لا آخر. زورتها أي أضمرتها فيها. أضمرتها أنا. نعم أضمرتها فيها. كنت معدا لها. أقول والله لا يجوز للمسلم أن يتهم الكافرة نعم. من غير بينة. يقول مثلا أنت البعيدة زانية أو يتكلم ما هو ليس عنده بينة. فكيف أنا أقول العقلاء تفكروا في هذا الكلام؟ كيف تقدحون في أم المؤمنين زوجة رسول الله التي تؤمنون به من غير بينة؟ نحن نطالبهم البينة الآن. لا يوجد عندهم أي بينة ولا شبهة، إنما هو محض الحقد على أهل الإسلام وهذا الدين. نعم. وأقول للعوام والذين لا يفهمون هذا مدسوس في دين الإسلام، وهذه نبتة خبيثة، تبرؤوا منها وادخلوا في السنة وبرحاب القرآن وانعموا بقراءة كتاب الله وفهم معانيه وعظموا الذين نقلوا هذا الدين وهم صحابة رسول الله. والله لا يعظمهم ولا يترضى عنهم ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يعني أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور يوسف. الله يبارك فيك. ويعني ستبقى معنا فضيلة الدكتور أظن بإذن الله تعالى، يعني لا تستعجلنا. بارك الله فيكم. وينضم إلينا بعد الفاصل الشيخ حسن الحسيني بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكر الله لكم فضيلة الدكتور. وتبقى معنا فضيلة الدكتور وينضم إلينا الشيخ حسن الحسيني بإذن الله تعالى. كونوا معنا. جاءكم متطول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.